مرحبا حبايبي، شلونكم؟ وإن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. رجعت وياكم اليوم بفيديو جديد، وإن شاء الله تستفادون من الفكرة ومن الطريقة مالتي. ولا تنسونا باللايك والاشتراك والتعليق الحلو. هنا هذه المكونات كلها محضرتها أمامكم: الكرفس والبتيتة أيضا والبصل، وهنا البصل هذه فتحته بصل أخضر. وهنا راح نثرم المواد وياكم. خليت الكرفس وراح أخلي وياه كراث، طبعا يعطي طعم كلش طيب بالدولمة أو الكباب. إذا موجود عندكم ومتوفر ضيفوه على الكباب، الكبة، الدولمة. وهنا مثل ما قاعد تشوفون خليته بمحضرة الطعام، وراح أسوي وياكم. ودائما إذا تسوون دولمة لا تكثرون بالتمن، يعني هذه الكاسة الصغيرة مال الزلاطة كلش يعني صغيرة، انتم من تقعدون التمن ترى هو ينثر. اغسله زين ونقعته بمي حار ومرته يعني هيك بإيدي همينه. صار عندي ناعم مثل تمن العنبر، كلش ناعم. ما متوفر عندي تمن العنبر اني، فهو هذا تمن اللي بالحصة او بالكمية الغذائية انقعه وبعدين ارجع امرده بايدي يصير نفس تمن العنبر. واذا كان متوفر عندكم تمن العنبر بعد يصير الطعم اطيب. وهنا ثرمت المواد كلها وحضرتها، وراح نخلي الخضروات كلها ثرمناها بهذه البادية أو الطاسة، ما عرفت شو يسمونها. المهم ثرمنا هنا الخضروات، وخليت نص كيلو لحم أيضا. طبعا ما سويته شرح لأن ما كان متوفر عندي يعني هذا اللحم السالم الشرح، لحم جبيت يعني كامل. سويت ربع شرح وربع مثروم، نص كيلو. وانت حسب رغبتكم، كل ما يزيد عدد العائلة أو تزيدون الكمية يعني بطريقتكم الخاصة. أنا هذا طريقتي، اللي يحب يجربها أهلا وسهلا، واللي ما يحب يجربها يشوف الفيديو ويستمتع ويانا، وإن شاء الله تستفادون أيضا منه. خليت ملح أيضا ودبس الرمان، لأن دبس الرمان كلش مهم بالدوامة. حامض الليمون أو اللامندوزي، راح تخلون شوية كركم، كاري، فلفل أسود. إذا تحبونها يعني حارة زيد الكمية، إذا تحبونها يعني قليل الحرورة مالته، أو مثلا ضيفوا لها يعني نص خاشوقة شاي مو أكثر. أنا أحبها كلش حارة طبعا، بس أنا ما أسويها من ورا الأطفال يعني ما يأكلونها. خلي المعجون، وهنا خليت هذه العواجين مال السلج، وراح أبدي أرتب هنا ألف الدولمة. تشوفون أرتب بيها. وخليكم ويا الفيديو إن شاء الله، يا رب تستفادون من الفكرة، تستفادون من المعلومات. طبعا الدولمة طلعت فد شي وطعمها كلش 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 طيب. وراح أكتب لكم المعلومات أيضا، الكمية يعني مال البهارات. أنا ما كانت متوفرة عندي بهارات الدولمة، فضفت هنا هذه البهارات مثل ما شفتوا. أنا شكلتها يعني مو بهارات متوفرة عندي أنواع، فسويتها أنا خلطة وخليتها. وبنفس الوقت أنا ما أحبين بهارات الدولمة، لأن بيها نكهة يعني تغير طعم الدولمة كلها. بعض الأحيان مثل تجي طيبة، بس بعض الأحيان من أجيبها ألقى البهارات يعني من أخليها الدولمة كلها يتغير طعمها. يقولون الدولمة ما أعرف يخلوا لها نوم وبصرة يغير الطعم هذا المطحون. أنا أبد ما أحب أضيف النوم وبصرة، يعني أكلات مثل ما نقول مخصصة قليلة تخلي نسبة كلش قليلة. أنا البهارات مال النوم وبصرة هذا المطحون مال الأكل أبد ما أحب أستخدمه بالأكل، لأن يغير طعم الدولمة. ما أعرف أنا، هذه يعني معلومتي. انتو شنو معلوماتكم؟ وهنا هذا السريج راح قطعة بهذا الشكل. ما ألف الدولمة هيك يعني سلجة كاملة، لا، أسويها نصين، أقطعها وألفها بهذا الشكل. تطلع وياكم السلجاية كلش حلوة هيك يعني رفيعة، مو الدولمة شوفنا كأنما شكبر السلجاية. يصير شكلها يعني ما أعرف شلون تقدمينها، مو مثل هذه تكون ناعمة. وأمانة يعني أنا مثلا أسوي الدولمة أهلي أو عيالي، يعني قاعدة أنا وياهم، عمتي تثرم الدولمة وتحضر المواد وهذا، لأن أنا عازلة يعني نفس البيت بس إحنا عازلين. تحضر المواد وتقولي تعالي فيها.
وهنا حبايبي خلصنا وياكم الدولمة، وهذه هنا العوادين مال السلج أو يسموها العضود، شنو يعني كل بلد وإله اسم هو. بقت عندي هذا شوي هنا مال الدولمة تمن وهيك يعني المي مالتها، سويتهن هذه العوادين مالتها أيضا، وراح أخليهن فوق. وهنا خليتها على الطبخ. طبعا هذا المي هو ذب الخضروات مالتي مال السليج، الخضروات كل المي يعني نزل، بس أنا خليت قلاص واحد أو كوب مي، وخليت وياه خاشوقة معجون لأن أنا ضفت معجون وياه، وكان ما متوفر عندي حامض الليمون، إحنا شوي نحبها حامضة، أيضا ضفت له خاشوقة مال شاي، اللامندوزي ودبس الرمان ومعجون وكوب مي، وخليته عليه. المفار عندي هنا شوي بدأ ينشف، يعني حسيت أقلل مي، خليت المحدارة أسفل الجدر ونصيت عليه النار وتركته. وهنا حبايبي بعد ما ولي هنا حبايبي نكون وصلنا وياكم لنهاية الفيديو. إن شاء الله يا رب استمتعتوا واستفاديتوا من الفكرة، وسهمنا وسهمكم ألف عافية، مع ألف سلامة.